بعد صفقات كولر التعجيزية الأهلي ينهي التعاقد مع 3 صفقات أجنبية، واحد فلسطيني والتاني برازيلي والتالت غاني، 3 جنسيات مختلفة تماما. طب إيه هي صفقات كولر التعجيزية وإيه هي الصفقات اللي الأهلي خلصها؟ تعال نشوف. مبدئيا كده يا سيدي، كولر عايز لعيبة تليق بالمستوى الاحترافي اللي هو داخل عليه، وعشان كده الصفقات اللي هو حاططها بتلعب في مبلغ مالي أعلى من اللي الأهلي بيلعب فيه خالص. يعني الأهلي بيتكلم في 1.5 مليون دولار، 2 مليون دولار ندوس على نفسنا وندفع زي امام عاشور ب 3 مليون دولار، لكن انت بتتكلم في 5 و6 مليون دولار. انا جايبهم منين دول؟ فعشان كده اداره النادي الاهلي كانت رافضه صفقات كولر بشكل كبير جدا، والاثنين اللي كولر كان عايزهم من بورتو البرتغالي. فانت بتتكلم في بورتو اصلا في ليفل مالي عالي جدا عن اللي الاهلي بيتفاوض فيه. بورتو البرتغالي اللي مع النادي الاهلي في المجموعه، فلو ساب لك الاثنين فهيكون الاثنين اصلا مش مفيدين، لا الا هتدفع فلوس كتير قوي عشان تقدر تاخد الاتنين. ده بقى بالنسبه لصفقات كولر التعجيزيه، وعشان كده ردت اداره النادي الاهلي عليه ب3 صفقات اجنبيه. ايفرتون دا سيلفا وده اولهم، واللي النادي الاهلي خلص مع اللاعب كل حاجه وبقى التفاوض مع النادي، واللي وصل النادي الاهلي مع ناديه ل 2 مليون دولار و300 الف. اما بقى الصفقه الثانيه وهو اسد الحملاوي. اسد الحملاوي صاحب القيمه التسويقيه 600 الف يورو، ولكن نادي السويدي كان طالب 2 مليون يورو. فإدارة النادي الأهلي كانت رافضة التفاوض عليه في الأول، ولكن بقى بعد إقناع الخطيب إن الصفقة مش هتخلص على كده، وإن هما بيبدأوا ب 2 مليون دولار أو 2 مليون يورو، ننزل إحنا بيهم بقى المليون ونص مليون. ما أنت مش هتشتريه بقيمته التسويقية يا كابتن بيبو برضه. أما الصفقة الثالثة وهو لاعب غاني، واللي رفض المسؤولين في النادي الأهلي الإعلان عنه بأي طريقة أو يفصحوا عن اسمه أو أي تفاصيل للتعاقد معاه، وكأنه سر حربي. في الحقيقة كده صاحب الصفقات دي هو الكابتن محمود الخطيب، اللي عايز صفقتين والتالت فلسطيني علشان خاطر يقدر يأيد علي معلول على عكس رغبة كولر. واضح كده ان العلاقة بين كولر وبين الخطيب مش ألطف حاجة، وان في اجتماع تحديد المصير واجتماع افتراق الطرق. هل كولر هيكمل مع النادي الأهلي ولا لأ؟ وهل الخطيب هيحسن علاقته بكولر ولا العلاقة هتفضل من سيء لأسوأ؟ تفتكر انت بقى مين المسؤول عن تأخير صفقات النادي الأهلي ومين المسؤول عن سوء العلاقة بين كولر والخطيب؟